قبل ما نلعب النهائي ديال بطولة المغرب غادي نوريكم داكشي اللي دزت منه بالمارا. قبل المباراة مشينا دينا الروشارج ديالنا، موراها خصني ضروري نتفركس وما نساش الروبا ديالي اللي طالع عليها الفيل. الصباح ديال المباراة اول مرة غادي ناكل الحلاوة، وجيت وشديت النوبة باش غادي نخلص 200 درهم في هاد الكومبيتيسيون هادي اللي تبارك الله كانوا فيها الابطال من المغرب كامل. شوفوا معايا شحال ديال الابطال وشحال ديال المشاركين اللي كل واحد جاي من مدينة، وكل واحد جاي باش يدافع على الالوان ديال مدينته ويمثل مدينته احسن تمثيل. صراحة مع الريجيم والوقوف عيينا، كل واحد فينا شاد بلاصه ومتكي. واخيرا جات نوبتنا باش ناخذوا الرقم ديال المسابقه ونساينوا على ما تجي الفئه اللي غادي نلعب فيها، وهذا هو الرقم ديالي اللي غادي نطلع به للستيج. هنا البطل العالمي اسامه جا بدا كيعطيني بعض النقاط على حكم التجربه ديالو، وهنا كوتش عبد الهادي وخالد والاخ الصديق اللي تعذبوا معايا في هذا الكومبيتيسيون، والاخ البرقادي اللي ناضي كناضي ضروري من اللمسه ديالو. عاد درت الدهنه ديالي قيس كنتريني على العرض ديال الظهر، والنقاط اللي وراني البطل اسامه. وهنا جات الفرصه باش غادي نطلع للستيج وغادي ندير داكشي اللي تعلمت له. بصراحه تجربه عالميه واحساس واعر انه تكون بطل. هذا هو النيفو اللي وصلت ليه بعد بزاف ديال الخدمه.